اهلا بيكم. من فتره كده، يمكن من كام سنه اشتريت شنطه عجبتني جدا. والحقيقه انا مش من هواة البراندز قوي، بس ساعات بجيب، مش هكذب عليكم يعني، ساعات بجيب براندز. والحقيقه الشنطه دي كانت حلوه قوي، وكانت ساعتها غاليه قوي. بس انا قلت يلا بقى، هاتي حاجه حلوه افرحي بيها. وانا عندي عاده سيئه، بجيب حاجه غاليه او شيك او كده، اقول ايه، خليها بقى للمناسبه المهمه. مش عارفه ايه هي المناسبه المهمه، فالشنطه حطيتها في الدولاب وشايلها بقى للمناسبة المهمة. وبعدين بعد فترة كده، مش عارفة كنت رايحة فين، كان عندي مؤتمر أو حاجة زي كده. قلت أما أمسك بقى الشنطة بتاعت المناسبات المهمة. بطلع الشنطة من الدولاب، قولوا بعد سنة من ما شلتها مثلا، بطلع الشنطة من الدولاب يا جماعة، و- وأقيس بيها تتفتفت. بتتفتفت، الجلد بتاعها بيتفتفت. أنا بصيت كده قلت لأ، هو أنا أكيد في حاجة مش مظبوطة، يمكن هي مش نظيفة، اللي بينزل ده تراب ولا حاجه. فقعدت عملت بس كده، لقيت الجلد بتاع الشنطه بيتفتفت. طبعا هو بيتفتفت وانا قلبي بيتفتفت معاها. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ دي شنطه براند وغاليه، وكنت زعلانه، كنت حزينه حزينه. بعد كده يعني واحده صاحبتي قالت لي لا، ما هو انت لازم الشنط البراندز، لانها مش جلد طبيعي. اما تدخليها في الدولاب تشيليها لاي سبب إن كان، تطلعيها تهويها كل فتره. مفيش حاجه اسمها تسيبيها في الدولاب مثلا سنه كده مقفول عليها، ما هي عشان كده باظت. عايزه اوريكم شنطه تانية، والله ما هتصدقوا انا جايباها امتى. بصوا الشنطه دي على ايامي انا لما كنت في الجامعه. انا جبتها من تالت او رابع مرتب لما اشتغلت. انا اتخرجت سنه 88 واشتغلت اول ما اتخرجت قبل ما تطلع نتيجه كنت بشتغل. وكان مرتبي ساعتها 200 جنيه، وده كان على فكرة مرتب كبير، ده ما كانش حاجة بسيطة يعني. وأول مرتب عملت عزومة لأهلي في البيت ولأصحابي وأصحابي صحابنا، عملت عزومة كبيرة جدا من المرتب الأولاني. جبنا مشويات بقى ورز اللي هو البرام وخضار، عملت لهم عزومة فاخرة. وسنتها اتكلفت 95 جنيه، يعني تقريبا نص مرتبي. بس قلت مش مهم، لازم اما اقبض اول مرتب اعمل حاجه كده، حركه لطيفه. جيت بقى عايزه اشتري شنطه. على ايامنا كان الشنطه لزار. لزار يعني ايه؟ يعني جلد طبيعي. الشنطه دي يا جماعه بصوا، زي ما هي، بس اللونين دول اختلفوا من بعض شويه. بس بصوا بكامل، انا حتى لمعتها زي ما هي، مش عارفه بتلمع ولا لا، اهي لمعتها زي ما هي. كان زمان يقول لك جلد تمساح ولا جلد تعبان، ولا انا ما اعرفش صراحه دي ايه. انتوا اكيد الناس اللي بتفهم في الحاجات دي هتعرف. اهي بصوا، اهي شنطه لزار جلد طبيعي، جبتها سنه 88 او شتاء 88. والحقيقه انها زي ما هي لغايه النهارده، حتى من جوه. بصوا من جوه، يعني مثلا مش مثلا اتفتفتت من جوه ولا، لا 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 لا، بصوا زي ما هي. والسوسته اهي شغاله وبتتفتح وتتقفل وكل حاجه. حتى الكليب بتاعتها اهي بتتقفل، وايدها اهي جميله زي ما هي. ها، الشنطه دي عمرها، احسبوا بقى، من 88 لدلوقتي 98، 2008، 2018، يعني احنا بنتكلم في حاجه و30 سنه. والشنطه متشاله، طلعها من الدولاب ده حطها في الدولاب ده، شيلها من الدولاب ده حطها في الدولاب ده، ولا جرى لها اي حاجه. ليه بقى؟ عشان هي دي الشنط الحقيقيه، هي دي اللي يتقال عليها براند، ماركه راقيه مستمره بقالها 40 سنه تقريبا، ولا حصل لها اي حاجه. وانا هطلعها وامسكها تاني رغم انها يعني ممكن ما تكونش موضه، بس مش مهم، مش مهم. بعد 40 سنه هستخدمها. الحقيقه لا، انا اول ما جبتها استخدمتها. دي بقى يا جماعه اخدت مني شهرين عشان اقدر اجيبها. الشنطه دي لوحدها كانت ب 200 جنيه سنه حاجه و80. سنه 93 تحديدا الجنيه الذهب كان ب 250 جنيه. تصوروا سنه 88 لما الشنطه ب 200 جنيه، ده كان كتير قوي. بس انا كان نفسي فيها، فحوشت كذا شهر وجبت الشنطه دي. الحاجات الحقيقيه هي اللي بتدوم، الحاجات الحقيقيه هي اللي بتعيش.
مش الشنط اللي بيسموها براندز دلوقتي بالاف الجنيهات، وبتتفتفت وبتدوب حتى لو استخدمتوها. طب انا ركنتها، انما حتى لو استخدمتوها سنه ولا سنه ونص ولا سنتين بالكتير، وهتلاقوها ابتدت تتقشر وتتفتفت، والجلد مش عارف يحصل له، لانه مش جلد، هو اشبه بالنايلون اللي ماسك نفسه شويه. فجماعه ارجوكم ارجوكم، انا بقول لكم ارجعوا للحاجات الحقيقيه، ما تتخدعوش في حاجه اسمها براندز. انا بجيب براندز، مش همثل ان انا ما بجيبش، بجيب بس باضيق الحدود، وبجيب دايما بجيب في السيل او في الكليرنس. ده اللي انا بجيب فيه، ما بجيبش لما الحاجه تكون في اول السيزون تكون غاليه قوي، لان هي في الاخر مش حقيقيه.